كلنا على مدار سنوات الدراسة جربنا طرق مذاكرة كتير جدا، وانا اكتشفت افضل طريقة للمذاكرة تنفع وتشتغل مع معظم الناس. انصحكم تتفرجوا على الفيديو لحد اخر ثانية بتركيز شديد عشان تستفيدوا ان شاء الله اقصى استفادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا. النهاردة هعرفكم باذن الله على طريقة للمذاكرة ممتازة جدا جدا تنفع مع معظم الناس، وهقول لك على نصايح حرفيا في الجون عشان تساعدك تذاكر باحسن طريقة ان شاء الله. بس خلونا في البداية نحط لايك للفيديو وكمان نكومنت عليه باي كومنت علشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي محتاجه تذاكر كويس. طيب الفيديو بتاعنا النهارده مقسم لجزئين. الجزء الاول وهو التهيئه السليمه للمذاكره، ازاي تهيئ دماغك وتعدها للمذاكره، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الجزء الثاني بقى دي الحاجه السهله، ازاي تذاكر بفعاليه، الطريقه بتاعه المذاكره نفسها. هقول لك اعمل 1 2 3، فركز معايا كويس جدا جدا. كوبايه الشاي او القهوه ويلا بينا. طيب 7 نصايح مهمين جدا جدا جدا. 1، ما تندبش حظك وانت اصلا مهمل. كلنا متعودين وقت الفشل بنقعد نندب حظنا ونصوت ونزعل ونعيط، ويد الشيله ويد الحطه، رحنا على جمل وجينا على ديل قطه، فكلنا بنعرف نندب. طيب بص يا صديقي، لو انت اصلا مهمل، مش بتذاكر، مش بتجتهد، مش بتعمل اللي عليك، مش بتنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى لانه قال لك اسعى، لو انت اصلا مش بتجتهد ما تقعدش تندب. انت بتعمل ايه عشان تنجح؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل انت بتعمل؟ لو يبقى انت كده ان شاء الله في الطريق السليم، وساعتها ما تندبش. طب لو انت اصلا ما بتعملش برضه ما تندبش، لانك مش بتجتهد اصلا ولا بتسعى ولا بتدور على حلمك، فساعتها ما تندبش. عشان بس يا جماعه في ناس بتكون دماغها مهيئه لها انها تستحق حاجه كبيره قوي 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 قوي، وان انا كويس قوي 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 قوي، والمفروض اقعد مكاني كده والحاجه تجيلي لحد عندي. مفيش يا جماعه كده في الدنيا. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. عارف المر، عارف الصبار المر ده؟ لازم تتعب قوي عشان توصل، والا كان كل الناس نجحت بسهوله. شباب مفيش نجاح في الحياه بالساهل، انسى، مفيش الكلام ده. طيب ثانيا، بدون هدف تضل الطريق. انا بحب قوي يا شباب المثال بتاع الحصان، لما يجي يمشي مثلا في طريق بيحط له على عينيه كده حاجه عشان تمنع التشتت، عشان يبص قدامه بس ويمشي قدامه بس. لو شلتها مش هيعرف يمشي في خط مستقيم. لازم تخلي عينيك صوب اهدافك بس، ما تبصش على حاجه تانية. انت عندك اهداف بتتحرك ليها. طب انا بذاكر وخلاص، مش هتعمل حاجه، غالبا مش هتوصل لحاجه. لازم هدف يحركك، وكل ما تنسى هدفك او تتناسى هدفك عشان تكسل يعني، فكر نفسك بيه. عايز تبقى دكتور؟ علق يافطه كبيره جدا في اوضتك كده الدكتور فلان. عايز تبقى مهندس؟ علق يافطه كبيره جدا في اوضتك المهندس فلان. عايز تبقى اي حاجه في حياتك علقها قدامك. خلي هدفك دايما قدام عينك عشان تتحرك تجاهه، عشان لما تكسل تلاقي حاجه بتزقك، حاجه بتحركك، حاجه بتقولك قوم. تالت حاجه مهمه جدا جدا جدا، ابعد عن الشكاء البكاء. حاجه يا شباب في غايه الاهميه، والله كلنا بنقع فيها. تكون ماشي مع شله كده، ماشي فيهم واحد بس اول ما يحضر نكد، عزا اتفتح في المكان، البقاء لله البقاء لله، فاهم؟ فده ابعد عنه تماما، ده ما يخصكش، ده ما ينفعش تكمل معاه، ده ما ينفعش اصلا تقابله في الطريق، اللي هو سلام عليكم وعليكم السلام وخلصنا. ده مالكش دعوه بيه، ابعد عنه خالص. تخيل بقى لو مصاحبه وبتمشي معاه وبتروح معاه الدروس، يا نهار ابيض، مشكله، قنبله طاقه سلبيه. يشوفك في اي حته خلاص هو كشر في وشك وعقد ال 111 ورافع حاجبه ونزل حاجب والدنيا في وشك اسودت. فلازم تبعد عنه. لو عايز تكمل وتبقى حد كويس ما ينفعش تصاحب حد من دول يشكي ويبكي مع نفسه، يندب مع نفسه، يعيط مع نفسه. ماليش دعوه. كل واحد يا شباب بيشيل شيلته، افتكر الكلمه دي كويس جدا. كل واحد بيشيل شيلته. لو انت في ثانويه او في كليه او حتى في اعداديه، اي مرحله دراسيه بعد ما تخلصها غالبا انت وزمايلك بتفترقوا. صحاب العمر اللي بيقعدوا من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي مع بعض بيفترقوا في الكليه. فيا جماعه استحاله حد يكمل مع حد طول حياته، استحاله يا اولاد. فاشتغل على نفسك وبس، ما تشيلش هم حد يا صديقي. النداب ده ابعده عنك تماما. طيب فاصل صغنن. احب اقول لكم يا اصدقاء ان الكورسات بتاعتنا على المنصه كلها عليها خصم 50% لمده 24 ساعه من وقت نزول الفيديو دوت. ثالثه ثانوي او ثانيه ثانوي او اولى ثانوي، كل الكورسات عليها خصم 50%، والكورس الثانوي بتاع ثالثه ثانوي عليه خصم اكتر من 70%، وده لمده 24 ساعه فقط. هسيب لك لينك المنصه اكيد في الديسكريبشن تحت الفيديو، وكمان في الكومنتات على الفيسبوك. ويلا نكمل. طيب النصيحه اللي بعد كده يا شباب نصيحه غاليه جدا جدا جدا، ابعد عن المقارنه. احنا ما اتخلقناش زي بعض، مفيش حد بيشبه التاني يا شباب خالص. انت ليك شخصيه معينه ودماغ معينه وتفكير معين، وبتعيش في ظروف معينه، واهلك مش زي اهل حد تاني، وذكائك مش زي ذكاء حد تاني،
وطموحاتك مختلفه وكل حاجه في حياتك مختلفه عن باقي الناس. فالمقارنه يا شباب ظالمه في كل الاحوال. ما ينفعش اقول فلان احسن مني ليه، مالكش دعوه. انت اشتغل على نفسك كل يوم، خليك احسن من اليوم اللي قبله، هتبقى احسن واحد. واللي يهمك انك تبقى احسن من نفسك كل يوم بس مش اكتر. فلان لو وصل للسما انت ما خسرتش حاجه، فلان لو اتخسف بيه 7 ارض انت ما كسبتش حاجه. فانت ما تتحطش في مقارنه مع حد مهما كان الحد ده، مهما كان. والله يا شباب والله جربوها، خصوصا البنات بيكونوا يعني حساسين في الامور دي شويه، الرجاله منفضين. يعني لو انت متعود تقارن نفسك بالناس، واحنا اصلا بنتربى وبننشأ على الفكر الخطأ دوت، ان لازم تكون احسن من ابن عمك او احسن من بنت خالتك او احسن من فلان احسن من فلان. انت راجل دلوقتي كبير وناضج وعاقل، لو حضرتك بقيت بتفكر بإيجابية اكتر، ما بتقارنش نفسك بحد، بتحسن من نفسك بس، جرب بس 10 ايام كده، اسبوعين، وشوف تفكيرك وحياتك هتتحسن قد ايه. شيل الناس من دماغك، محدش بيفكر فيك. ما تعيش نظريه المؤامره، محدش عايز يعمل لك حاجه، انت مفكر كده بس، انت عايز تعيش في الوهم ده ومحدش مهتم. حبيبي فكر في نفسك، اجتهد وانجح لنفسك، ما تقارنش نفسك بحد. طيب 5 نصيحه الا وهي فكر بإيجابية. اللي تفكيره إيجابي بينور في الضلمة. في ناس دايما تشوفها تلاقيها بتنشر البهجة كده، يخش المكان كده تلاقي الناس مبسوطين وبيسلموا عليه وفرحانين بيه وبيشجعك انك تذاكر وبيشجعك انك تبقى كويس. تخيل ده في حياته عامل ازاي. سيدي وسيدك عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فبطل تفكر في الحاجات الوحشة وفكر في اللي انت عايزه، فكر في اهداف، فكر في طموحات، احلم بحاجات كبيرة واسعى انك تحققها. مش في ناس وصلت للمكان ده، اذا انت تقدر توصل. الكلام ده يا شباب والله العظيم كلام واقعي عن خبره وتجربه في الحياه. انا بقالي 6 سنين بكلم طلاب ثانويه عامه وبحتك بناس بتذاكر، ولسه مخلص كليه طب بشري، فعديت على كم مناهج وعديت على كم امتحانات وشفت كم ناس شاطره حواليا مش طبيعيه. فبكلمك عن خبره من واقع انا عشته، مش كلامه بس. فشيطانك اللي بيخليك تفكر في حاجات سلبيه ارجوك تخلص منه، استعيذ بالله كده وفكر في الحاجات الحلوه. اكتب اهدافك، اكتب طموحاتك، انا عايز ابقى ايه في المستقبل، عاوز ابقى عامل ازاي في المستقبل، واشتغل على ده. ولكل مجتهد ان شاء الله احلى نصيب. طيب رقم 6 نصيحة غالية جدا: قلل المشتتات. اعتبر دماغك زي الكوباية دي، انت طول النهار بتعبي تعبي 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 تعبي، سكرول 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 سكرول، معلومات 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 معلومات. مفيش معلومة واحدة بس، حتى لو بتتفرج على حاجات حلوة، مفيش معلومة واحدة بس بتثبت في دماغك بطريقة كويسة، مفيش معلومة واحدة بس بتخش دماغك في الذاكرة الدائمة. كله بيعدي على الذاكرة العشوائية، الذاكرة العشوائية، الذاكرة المؤقتة، وانت بتعبي دماغك بكم معلومات رهيب في مجالات عدة، وده بيقول ايه، وده جاب منتج عامل ازاي، ودي بلوجر، وده انفلونسر، وده فوتوغرافر، وده فيديوغرافر، ودي مخطوبة، ودي متجوزة، وعاملين في قصص بنت لذينه. انت مسحول جواها طول النهار على السوشيال ميديا في السكرولينج، حاجه بنت لذينه، غير السيئات طبعا، حاجه وحشه جدا يعني. فقلل الانبوتس دي، تمام؟ اي ابلكيشن بيبلعك ساعه وساعتين وثلاثه تخلص منه. باشا هو التيك توك بيفيدك في ايه؟ معلش يعني انت استفدت ايه لما تابعت الشارع اللي وراه؟ ولا حاجه حرفيا. عمرك بيستنزف ويتسحب كده ويروح في التيك توك. ما ينفعش يا باشا. عايز من انستجرام ما تمسحه، واحنا يا جماعه في رمضان، فدي فرصه حلوه جدا جدا انك تتخلص من السوشيال ميديا. خلي اللي بينفعك بس. لو انت بتسمع محاضرات يوتيوب، خلي يوتيوب حتى ممكن تقفله وتمسحه وتسمع على جوجل كروم على اللابتوب بتاعك. مش هتروح عند اللابتوب الا للضروره القصوى. عايز اسمع درس، هتلاقي في يومك وقت. جه منين كل الوقت ده؟ مش هتتخيل. هتبقى فاضي بشكل مش طبيعي. كل الناس يومها 24 ساعه، فالناس اللي بتعمل حاجه كبيره جدا 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 دي بتعملها ازاي؟ مفيش مشتتات، هو مركز. من القصص الجميله جدا اللي منتشره في الفتره ديت، يعني بحب اتفرج عليها بشكل رهيب، شارك تانك. كان في انترفيو لاحمد طارق اللي هو راجل ملياردير. راجل بيقول ما عنديش سوشيال ميديا، ما عنديش فيسبوك، مش بفتحه، مش بحبه. انت متخيل يعني؟ ده احسن واحد يخش على السوشيال ميديا ويعمل ستوريز وفيديوهات وحركات والناس تقعد جنبه عشان تسمعه. انت متخيل؟ فالراجل انت ازاي عايش من غيرها يعني؟ فالشاهد ما تضيعش وقتك. المشتتات قللها، سواء كان تلفزيون، كان تليفون، كان تيك توك، كان سكرول، اي حاجه. المصيبه اللي عايشها معظم الشباب في الجيل بتاعنا ده السكرولنج على تيك توك وعلى تطبيقات السوشيال ميديا. فارجوك تخلص منها، امسحها، والله ما هتخسر حاجه. طيب اخيرا بقى علشان نخش على افضل طريقه للمذاكره، عايز اقول لك يا دكتور ان النصيحه رقم 7 الا وهي ان شباب المذاكره مش حاجه سهله. المذاكره هو فعل متعب للذهن ومتعب للبدن ومتعب في حياتك بشكل عام، ومش هتتبسط وانت قاعد بتذاكر على مستوى ثانويه عامه واعداديه والمناهج يعني بتاعتنا التقليديه. ولكن ان شاء الله لما تخش كليه مثلا بتحبها، احتمال تلاقي بعض الانبساط في بعض المواد. انا مخلص طب بشري وبعشق طب بشري وبعشق المناهج بتاعتنا وبعشق المحتوى بشكل عام. هل كنت بستمتع بكل المواد عندي؟ لا طبعا، كان في مواد قذره ما بحبهاش،
تمام، بكرهها، عايز اعدي الامتحان، عايز انجح. فالمذاكره يا شباب مش فعل مريح، مش فعل هيخليك تتبسط، لا هيخليك تتعب. انت داخل هتذاكر هتتعب، فما تحاولش تقنعني ان انت هتخش تذاكر وتتبسط. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. المذاكره هي حاجه متعبه للعين ومتعبه للظهر ومتعبه للايد ومتعبه للرجل ومتعبه كل حاجه، والدماغ اكتر حاجه هتوجعك مع المذاكره. فحبيب قلبي لازم تبقى داخل كده تذاكر وانت عندك مايند سيت انا هتعب عادي عشان اوصل لحلمي، عشان اعمل حاجه كويسه، عشان ابقى احسن من نفسي بكره، عشان في المستقبل ابقى حد محترم. فلازم يا جماعه نهيئ نفسنا واحنا داخلين نذاكر ان احنا هنتعب عادي وهنستحمل عادي برضه. طيب يا دكتوره بعد النصايح الغاليه دي نعمل ايه؟ نذاكر ازاي؟ ركز معايا. هنتكلم على المذاكره بشكل عام ونركز مع الناس اللي في ثانويه عامه بشكل خاص. حبيب قلبي زمن السماع بسرعه والكروته في المحاضرات وحضور السنتر بلا فائده وتقضيه الواجب وكل حاجه شقلب وقلب ما ينفعش يكمل معاك باقي السنه. لو عملت كده في الشهور اللي فاتت فاللي جاي ما ينفعش. حضرتك داخل على فتره مراجعات نهائيه، يعني اخر مره هتذاكر. فاول حاجه انصحك تعملها علشان تذاكر كويس لو انت بتحضر في السنتر او بتسمع مثلا محاضره اونلاين او بتاخد المعلومه من اي طريق، لازم تتقن الفهم كويس جدا 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 جدا. ما تعديش هفوه في اي محاضره في اي ماده الا وتكون فاهمها بشكل ممتاز. اول السنه كنت بتقول هاجل المعسكر، في المعسكرات قلت ممكن اجل معلومه لبعد كده، بعد كده جه وبعد كده جه وبعده جه، ففضل اخر بعد اللي هو المراجعه النهائيه. التسويف في الفهم خلاص ما بقاش ينفع، واللي بيذاكر كويس في المراجعات النهائيه بيخش في ليله الامتحان بيلم بس كده الرطوش اللي واقعه منه، ما بيتعبش كتير يعني. أصدقائي وأحبابي وطلاب اليوم زملاء الغد إن شاء الله أحلى وأجمل دكاترة في المستقبل، أولا لازم تسمع المعلومات في الفترة اللي جاية أو تذاكرها بفهم كويس جدا جدا جدا. فأول حاجة هتسمع كويس، هتفهم كويس. طيب تاني حاجة يا دكتور، في نفس يوم المحاضرة ركز بقى، أنت حضرت في السنتر، سمعت المحاضرة أونلاين، اتفقنا بقى أي طريقة بتجيب بها المعلومة. في نفس اليوم اللي حضرتك أخدت فيه المحاضرة لازم 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 تقرأ المحاضرة في نفس اليوم. تقرأ المحاضرة قراءة بتريث، قراءة هادئة، قراءة بفهم، قراءة مش عابرة وخلاص، لحد ما تحس كده انك مطمن والمعلومات دي ثابتة. يبقى يا جماعة كده احنا قلنا تسمع بفهم كويس جدا. تاني حاجة قراءة بتريث بالراحة لحد ما تفهم وتهضم كل المعلومات. طيب تالت حاجة ودي حاجة كتير منكم بيغفل عنها، الأجزاء في المناهج اللي محتاجة حفظ لازم تحفظها كويس جدا. انت عندك في الامتحان أسئلة مقالية، لازم تكون حافظ الأجزاء اللي محتاج تحفظها. يجي لك سؤال علل فسر وضح، ما تعرفش تقوله، ما تعرف، انت فاهم بس مش عارف تكتب، فلازم تحفظ. ولو في أي مادة حد بيقول لك انت ما ينفعش تحفظ أو ما فيش حفظ بيضحك عليك. أي مادة فيها حفظ، حتى الرياضيات في قوانين، تمام؟ فانت لازم تحفظ الأجزاء اللي محتاجة حفظ. طيب بعد كده شباب الحل، والحل ثم الحل ثم الحل ثم الحل ثم الحل. يا ولاد الحل ده مهم جدا جدا جدا، يعني مش عايز اقول لك بقى لو انت علم رياضه الحل ده بالنسبه لك يبقى انت اكيد فاهم. الحل يا جماعه اللي بيخلينا نقيم مذاكرتنا، هل احنا ذاكرنا كويس؟ هل بنعرف نحل كويس؟ لو مش بتعرف تحل مثلا مقالي فانت لازم تحل كتير عشان تدرب نفسك وتبقى احسن. لو في اجزاء فهم عميق انت مش عارف تحل عليها لازم تسمعها مره والثانيه والثالثه لحد ما تتقنها وتعرف تحل عليها. اكتشف المشكله دلوقتي احسن ما تكتشفها في الامتحان اخر السنه. طيب عشان برضه يا شباب في ناس كتير جدا بتقع في معضله اللي هي معضله التعدد. يجيب لك مثلا 50,000 كتاب ويقول لك انا هحل كل دول، مش هتعرف. هحل 4 كتب، مش هتعرف. هحل 5 كتب في مش هتعرف. كتاب كتابين عسل جبرت، انت بس خلصهم واتقنهم. ممكن اجيب 5 كتب كده واقعد احنكش فيهم كل واحد شويه، ما استفدتش حاجه، انت ما عملتش حاجه. لكن لما تجيب كتاب او كتابين وتخلصهم كلهم وتتقنهم، غالبا انت لميت من المنهج بتاعك اي ماده على فكره اكتر من 90%، والكتب كلها افكارها متشابهه. الناس يا اولاد مش بتخترع افكار، الافكار موجوده والناس بتحور فيها. فلو حضرتك لميت افكار كتابين يا عم 3 ماكسيمم في المراجعات مثلا النهائيه، انت لميت 95% من افكار كل الكتب، وده كافي جدا جدا في الامتحان. فالحل مهم ولكن ما تشتتش نفسك. طيب اخيرا المراجعه بانتظام على اللي انت ذاكرته. احنا داخلين على فتره مراجعات نهائيه. بالمناسبه يا شباب احب اقول لكم ان كورس المراجعات النهائيه لماده الاحياء 2024 موجود على المنصه دلوقتي وبخصم 30%. فلو انت وصلت لحد هنا روح اشترك في كده من سكات ما تقولش لحد بسعر كويس جدا جدا قبل الاعلان عن المراجعات. فالمراجعه يا شباب مهمه جدا جدا جدا، بتخليك تطبق اول باول على اللي انت ذاكرته، وعلشان تثبت المعلومه في دماغك محتاج تقراها مره والثانيه والثالثه والرابعه. طيب يا دكتور ما عنديش وقت، خلاص تخلى عن قصة المراجعات، ذاكر بس الجديد أول بأول، افهمه كويس واحفظ اللي محتاج حفظ. اقرأ بعد الفهم مرة في الثانية في الثالثة لحد ما تحفظ. الأجزاء اللي محتاجة حفظ أكد عليها كويس، هعرفها ازاي المدرس هيقول لك عليها. بعد كده الحل مهم جدا جدا جدا. وأخيرا لو عندك وقت راجع على اللي انت بتذاكره أول بأول.
وبس كده يا حلوين، طولنا عليكم النهارده. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. لو حسيت انك استفدت من الفيديو فما تبخلش على زمايلك بالافاده اللي موجوده فيه، وابعته لكل الناس اللي انت تعرفهم عشان باذن الله ربنا يوفق كل الناس ويوصلوا للي بيحلموا بيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلاه الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وافل، للذي حاز العلا من هاشم، احمد المختار من ساد الاول، وعلى ال وصحب ساده ليس فيهم عاجز الا بطل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا بطل.